ان النت بتاعي مش شغال في التليفون. يا راجل اختشي، يا راجل خلي عندك شويه من الاحمر. ده احنا في واجب. مهنه الموبايل دي مصيبه، مهنه الموبايل مصيبه. عارف ايه اوحش حاجه فيها؟ تكون كده في يوم اجازه راحه ليك، او رايح تصلي الجمعه، او هتصلي العيد، او رايح كاتب كتاب، دي مبلوعه شويه. او داخل واجب، واحد ميت يا راجل، واحد ميت يا مسلم، تكون كده في وسط الناس كده ومش عارف ايه، يروح جاي لك واحد كده وسط الواجب كده ياخدك على جنب، تعز عمر عزك في كلمتين، انت تقول خير ان شاء الله في حاجه وليه، وتلاقي واحد خدك على جنب دي ان النت بتاعي مش شغال في التليفون. يا راجل اختشي، يا راجل خلي عندك شويه من الاحمر. ده احنا في واجب، ده احنا في عزا. عارف كاتب الكتاب ممكن يمشي الحال، صلاة الجمعة نقول لك ممكن يمشي الحال. يعني احنا خلاص مش هنفصل هبابة، يعني مش هنفصل شوية من الضغط بتاع الشغل. يعني في البيت شغل، وفي الشارع شغل، وفي المناسبة شغل، وفي العزا شغل. يعني لكل مقام مقال. والله زي ما عن كلمك، والله في مرة كنت في واجب وقاعد كده وسط الناس مجميع والشيخ شغال، وبعد ما خلص الشيخ العشر بتاعه والاقي واحد كده عادي خالص قدام الناس كله: ازيك يا باشمهندس عمرو؟ الله يخليك يا فلان، الله يعزك، تسلم والله. بالله عليك قال لي الشيخ تليفوني قد اكون مش حنكرت، قال يخلص مني، قال لي بسرعه من غير ما نستخدمه، شوف لي المشكله فين. طب بالله عليك ده نقول له ايه انا؟ يا نقول له ايه؟ في واجب وواحد متوفي وفي عزا وخد انا نفسي اتكسفت لنفسي، انا اتكسفت لنفسي. فالمفروض لكل مقام مقال، تعرف الوقت المناسب والمكان المناسب اللي تقول فيه عندي عطل، عندي مشكلة. في أماكن أو في مناسبات ما ينفعش تحكي فيها أي حوار بره الموضوع اللي أنت قاعد فيه، اللي هو يخص الشيء اللي أنت قاعد فيه، المناسبة أو الشيء اللي أنت موجود فيه. فيا جماعة خلوا عندكم يعني تقدير، خلي عندكم شوية. والمفروض واجب علي أنا كشخص فني طلعت بره المحل، ليه الحق ان انا نفصل شويه عن ضغط الشغل والمجهود اللي انا فيه. يعني انا احيانا مثلا بكون جاي من صلاه الجمعه ومصلي الجمعه ومروح والتمام التمام، وتتلاقي تلم حواليك خمس ست اربع كده سبعه حواليك، تليفوني مش عارف ايه، تليفوني مش عارف ايه. ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعمه. يعني الحمد لله الناس مقدراك وبتسالك عن الحاجه المشاكل اللي عندها، بس دي عادي تعدي زي ما فيش مشاكل. ده احترام تقدير بين الناس. لكن في مناسبات ما ينفعش ان انت تجي وسط الناس تقول لي خد التليفون ده بتاعي مش عارف فيه ايه. طب نكسره، نقسمه نصين. يا ابوي يا ابوي خلي عندكم عقل، ارتقوا، بحبكم في الله.